انا لو اديته معلومه بديها له من خلال دراسه، مش بديها له من خلال رؤيه شفتها في الحلم. اي حد متخرج من هندسه يبقى مهندس، لكن مش كل مهندس بيبقى فنان او معماري شاطر. انا عندي مهندسين موجودين في السوق كتير، بس في واحد كويس، واحد متوسط، واحد شغله على قده. فانت عشان تشتغل صح لازم تبدا مع مهندس وتنتهي مع نفس المهندس، ودي نصيحتي لاي عميل عايز يشتغل. العميل بيشوف المهندس اوقات كانه ساحر، بالعصايه بتاعته هيغير له كل اللي هو عايزه. سرعتي في الموقع سرها الديزاين المدروس، كله بيتابع رسومات. في ناس من العملاء بيبقوا الكارير بتاعهم شبه الكارير بتاع مهندسين مثلا، بس ما تعاملوش في العمارة ولا تعاملوا في الهندسة. هما بيتعامل معاك على انه هو فاهم كل حاجة، وان انت مش هتملي عليه كلامك، الموضوع خلصان. بتشوفها كتير، انا مهندس زيك. بس هو اصلا مش شغال في المجال بتاعنا، او شغال في مجالنا بس مش بيمارسه، ما عندوش التالنت، ما عندوش الخبرة بتاعتنا. نظرية ان انا مهندس فانا فاهم كل حاجة. بالظبط. طب ما انت مهندس ايه؟ اي حد متخرج من هندسة يبقى مهندس، لكن مش كل مهندس بيبقى فنان او معماري شاطر. دي ملهاش علاقة بدي بتاخد موهبة اكتر، يعني الموضوع بيبقى تالنت. ما هي موهبة، بس لازم الموهبة دي تعملها ابديت من خلال الدراسة، انك تشوف كتير. احنا عندنا دلوقتي طبعا في الفينيشنج والشغل الانتيريور ديزاين في ميكانيزم بيأثر على الديزاين بتاعنا، الاي نفسه بيأثر على الديزاين بتاعنا وطريقة التفكير والتشغيل. طب ايه رأيك لو مثلا العميل قرر انه يتعامل منه للمقاول مباشرة ولغى فكرة المهندس؟ ايه اللي هيحصل في الشغل لو المقاول ده مثلا حتى لو هو كويس؟ لا اكيد هتحصل مشاكل، اكيد. لان لو العميل هو اللي اتعامل، هو اللي بيقول للمقاول يعمل ايه، فاكيد هتظهر مشاكل. هو ما عندوش اكيد خبرة في التشطيب، ولو عنده خبرة هتلاقي ان هو بيقلد حاجة مش مناسبة ليه. فانت ممكن مثلا تلاقي بعد ما يخلص شغل تلاقي مشكلة في الإنارة أو توزيع الإنارة، مشكلة في توزيع الفيش بتاعة الكهرباء، تلاقي الكنبة محطوطة في حتة المفروض تحط فيها مكتبة التلفزيون، تلاقي العميل فرش بمزاجه والمقاول اشتغل بمزاجه، فكل واحد شغال في وادي. لكن مفيش مهندس يربط الكلام ده كله. المهندس ميزته ان هو بيرتب كل النوع دي كلها ويدرس توزيعة الفرش والإنارة، دي كلها دراسة. مع المهندس عبارة عن خطة بيعملها لتشطيب المكان بجميع تفاصيله. مش عايزين نتكلم في نقطة يعني، بس أنا شايف إن لو العميل يتعامل مع المقاول دايركت من غير وجود خطة هيحطها مهندس، لا طبعا هيلاقي مشاكل كتير قوي، منها النقطة اللي قلت لك عليها. أنا فاكرة زمان أيام بقى جدتي وكده، كان لما مثلا يشتغلوا في التشطيبات كانت تجيب المقاول وتقول له أنا عايزة أعمل أبني أو أشطب أو أعمل. كان بيبقى عنده كده حاجات متطبقة في الدرج لوحات متطبقة اسطمبات كده، يطلع ويشتغلوا منها على طول، فتلاقي كل حاجة شبه بعضها، مفيش أي تمييز. ما بيفكرش. ما دي نقطة من النقط اللي احنا لغيناها في شغلنا، ان احنا كل شغلانة بيبقى لها ظروفها. اما الاسطمبة ده، نظام الاسطمبة ده ما بطلنا نشتغل بيه من زمان، مع ان في ناس شغالة بيه دلوقتي يعني. بس لازم تفهم ان المهندس ده هو اللي بيشيل الطين على دماغه، ما هو بيشيل عنهم كتير، يعني مش بياخد فلوس على الفاضي. وفهموا وظيفة المهندس بالظبط هيعرفوا ان هو مهم جدا في المرحلة دي. الناس بتشوف انه بياخد فلوس بس ما بيشوفوش حاجة تانية. هم عايزينه يجيب لهم العمال ويخلع هو من القصة. لو قلنا ان هو بياخد اتعابه ونظير ان هو بينظم لك الخطة ويقول لك تمشي ازاي، ما هو بينول لك الطريق. كل مهندس ليه سعر، يعني اكيد مش كل المهندسين زي بعض. انت بتختار المهندس اللي عايز تشتغل معاه، فانت بتدفع تكلفته ده قصاد. حتى لو قال لك استشارة بتدفع ثمنها، لان ده الراجل قعد سنين يدرس عشان يوصل للاستشارة دي. صح. هو العميل لازم يفهم ان اللي بتدفع له ده بيديك قصاده جودة، لو ما لقيتش الجودة دي قصة تانية. انا شايف ان العميل اللي هو عايز يريح دماغه يفكر صح ويجيب مهندس يدير له الموضوع صح. بس مش زي ما انت قلتي، مش كل المهندسين زي بعض، مش كل المهندسين موهوبين. فدلوقتي انا عندي مهندس موهوب ومهندس مش ما عندوش خبرة، فده سيرفي بيعمله العميل. هو العميل وظيفته ايه في الاول؟ يعمل سيرفي
يشوف المهندس اللي اشتغل معاه. انا عندي مهندسين موجودين في السوق كتير، بس في واحد كويس، واحد متوسط، واحد شغله على قده. انت بتروح للي انت عايزه، بس السوق مفتوح وانت انت اللي بتختار. فاحنا وظيفتنا ان احنا نعمل لك بلان او خطة تمشي عليها. بس ده باختصار. انا بتكلم مع اي عميل عايز يشتغل، انت اعمل بلان تمشي عليه، اعمل ديزاين تتحرك عليه. لازم يبقى معاك مهندس. والموضوع مش سهل خالص. وقت ما هيخش مع العمال وهيخش في البهدلة بتاعة الشغل هيعرف قد ايه احنا بنتعب. ما هو عشان تعرف احنا بنتعب قد ايه لازم انت تخسر كتير. طب ليه؟ ما انت دلوقتي عشان تعرف احنا مهمتنا ايه، خش جرب بنفسك. بس عشان تجرب هتدفع كتير كتير. وطبعا انت بدل ما تعمل التجربة دي اسأل. ما هو عندك تجارب كتير قوي. انت لو في عميل فكر يوفر تمن المهندس هيصرف اضعافه، ودي نقطة كلنا عارفينها. انا اعرف ان في ناس مثلا كسرت في ارضيات عشان عندها مشاكل في التأسيس وصرفت قد كده كتير. واحنا جالنا شغل تعديلات كتير. فبنلاقي التأسيس كله اصلا هو اللي خرب الدنيا. اهم حاجة في شغلتنا التأسيس. مرحلة التأسيس دي من اهم المراحل في شغل التشطيب. لو تأسس صح انت كده ضمنت 50% من الشغل، الباقي كله جاي ديكورات وتشطيب. طب وايه رأيك في اللي بيقولك أسس مع مهندس وكمل انت؟ لو ايه رأيك في الفكرة دي؟ لا دي مقولة غلط. مين اللي قال أسس وشطب؟ في ناس بتعمل كده وشطب مع نفسه. تقول لك انا أسس كويس مع حد فاهم والديكور ده سهل بقى انا اظبطه. لو أسسنا مع مهندس كويس وخدت التأسيس كويس انت كده ضمنت التأسيس. طب عايز تكمل بعد كده، اللي هيكمل ممكن يبوظ التأسيس. ما هو لو كمل واحد شغله مش مظبوط، مش فاهم، شغال وخلاص، مش على الله حكايته، انت ممكن تلاقي التأسيس ده باظ. اذا كان في عزل باظ العزل، اذا كان في مواسير فريون باظ مواسير فريون، اذا كان في مسارات كهرباء قطعها. ما هو مش فاهم. ما انت انا بأسس حاجة ببني عليها وعارف انا أسست فين وشغال فين. اللي يجي يكمل لازم يبقى عنده خبرة في التشطيب، لازم كان عنده سنس في شغل التأسيس بتاعنا مش ازاي ووقف فين. فلازم يكاشف الدنيا يبقى كاشف الموضوع. طبعا لو مهندس شاطر، اما العميل مش هيبقى فاهم الكلام ده كله، فهيشطب مع نفسه ازاي. وعلى فكرة التشطيب الفينش من اهم البنود اللي بتبين نظافة التشطيب. فانت عشان تشتغل صح لازم تبدأ مع مهندس وتنتهي مع نفس المهندس. ودي نصيحتي لأي عميل عايز يشتغل. تاني بجملة قالتها لي واحدة من العملاء قبل كده وانا احترمتها جدا في الموضوع ده. قالت لي بصي انا مش حابة ان انا اعمل تصميم مع مهندس ومهندس تاني اللي ينفذه لي. انا ممكن اخد فكرة من مهندس عجباني افكاره واروح لحد ارخص منه او whatever يعني ينفذ لي هو. بس لما فكرت في الموضوع لقيت ان لا بالعكس، هو طالما هو اللي عمل التصميم هو المسؤول عنه وهو اللي هيعرف ينفذه. بالعكس هو مسؤول قدامي لآخر لحظة انه يطلع لي التصميم ده على الواقع. لكن انا لو اديت لحد تاني مش هعرف احاسبه، ما ممكن يكون مش عارف ينفذ اللي هو شايفه. ده عميل عايز يختار مسؤول قدامه يعرف يبدأ معاه مرحلة التشطيب أو رحلة التشطيب. لأن رحلة التشطيب زي ما أنا قلت لك قبل كده بتاخد سنين وبتاخد عمر وبتاخد بعد كده أصلا إحنا مش بنسلم وبس. طبعا مش عارف جد من شوية. أنا دلوقتي بسلم العميل فيلته أو وحدته، بكمل معاه بعد كده. يعني أنا معانا عملاء أكتر من 20 سنة. فأنا لما بدخل مع عميل في شغل دايما معظم علاقاتنا بتتطور من علاقة شغل علاقة صداقة. فدايما العميل اللي فاهم نقطة ان لازم يشوف حد مسؤول قدامه من اول لغاية الاخر ده اللي بيفكر صح، عشان يبقى عنده قدام التشطيب حد مسؤول عن الشغل بتاعه. فدلوقتي لو ما عنديش حد مسؤول اكلم مين؟ انا دلوقتي لو جبت انفار يشتغلوا وفي حاجة طلعت غلط هكلم مين؟ العميل يروح لمين؟ هيروح لده ويقول ده يرميها لده وده يرميها لده. الموضوع مش هيبقى ليه اب اصلا. فدلوقتي انا عندي عميل جاب شويه عمال اشتغلوا في الفيلا بتاعته، حصلت مشكله، مين المسؤول؟ هتلاقي مفيش مسؤول. فاللي بيفكر انه يجيب مهندس يبقى مسؤول عن الديزاين وتنفيذه وتسليمه، انت كده مشيت من اول الرحله لغايه اخرها صح. اما بقى لو عايز تتعب نفسك وتضيع عمرك، انت هتفكر مع نفسك وتجيب واحد يعملك ديزاين وواحد تاني يمسك لك التنفيذ
وتقف انت على الانفار اللي هيشتغلوا عندك، فانت كده نطورت نفسك وكود عشان تتوفر ايه. انت ضيعت وقتك وضيعت عمرك. انت المفروض تجيب مهندس يمسك لك كل الكلام ده، بس يكون مهندس كويس وشاطر ويسلمك الحاجه صح، وتكون شفت شغله. اهم حاجه تكون شفت شغله، ما ينفعش يشوف صور، لان الناس كتير قوي بتعمل صور كويسه بس ما تعرفش تنفذها. انا اعرف مهندسين كتير جدا بيطلعوا صور تحفه جدا بس ما يعرفش ينفذوها، لان مفيش خبره تنفيذ، مفيش خبره تشطيب، وبيحبوا يحطوا اسعار قليله جدا عشان يغروا الناس يشتغلوا معاهم، وفجاه تلاقي الموضوع كله اتعاد من اول وجديد واتكسر عشان انت استرخصت وجبت حد سعره قليل وخبرته قليله. فلازم هتدفع ثمن الكلام ده. ناس بتعمل اوقات مثلا تصميمات ما تتنفذش، يعني تنزل تلاقي كل الحاجات اللي في الديكور دي صعبه قوي انك تجيبها. ما هو طبعا عشان يشتغل في الديزاين الناس ما عندهاش خبره في التنفيذ، فلازم اللي يشتغل في الديزاين عنده خبره في التنفيذ عشان عارف ان الحاجه دي تتنفذ على الواقع. طبعا دي مشكله. ايوه، لا عملاء كتير بيوصلوا المشكله دي مع المهندسين. دي من اشهر المشاكل الموجوده في السوق بتاعنا، يعني بيجينا ديزاين ما بتنفذش، فبنقعد ناخد الديزاين ده نبدا نعمله ريديزاين تاني عشان ننفذه. مثلا بالنسبه للموضوع مثلا الاضاءه والفيش الكهرباء، الحاجات دي برضو من المشاكل اللي بتعمل يعني أزمة كبيرة مع العميل. لما يجي مثلا فجأة كده يغير الفرش، يقولك ايه ده، كهرباء فيش الكهرباء مش مكفية، انت عامل لي مكانها مش مريحني، او انت مثلا انا عايز افرش بطريقة تانية مش لاقي، مش عارف افرش عشان تعمل لي الفيش في اتجاه معين. دي ممكن تحلها معاه ازاي؟ دي ميزة بقى ان انا اعمل ديزاين من الاول، اوزع عليه الفرش عشان اوزع عليه الكهرباء، عشان اوزع عليه الاناره، عشان ارتب عليه اموري كلها. فانا الديزاين ده مش حاجه اوبشن، يعني ده بقت حاجه اساسيه في شغلنا. انا الديزاين ده بيتعمل، العميل طلبه او ما طلبوش لازم اعمله. في اي شغل بيجي لي بعمل ديزاين، ما بقاش اوبشن، ما بقوليش اعمله او لا، ده لازم تعمل. بعد ما بعمله بقى بنفذ على اساسه. افرضي العميل في نص التنفيذ غير رايه، عايزين الدي من هنا لهنا، طبعا التعديل على الديزاين هو مجرد تغيير قرار، اما التعديل على التنفيذ مشكله كبيره، تضاعف التكلفه. انت التكلفه اللي انت صرفتها تصرفها تاني عشان تعدل، ودي مش مشكله المهندس، دي مشكله العميل بس. فعشان دي نقطه لازم يفهمها العميل، لازم يكون ياخد قراره، فعشان كده ما تستعجلش في القرار. يعني لازم العميل يبقى واعي لكل كلمه بيقولها في بدايه التنفيذ. طبعا لازم قراره يكون مدروس، عشان بعد كده انا دايما من ايه سر سرعتي في الشغل والتنفيذ والتسليم، ان انا بقى باخد وقتي في الخطه، باخد وقتي في الديزاين، باخد وقتي مع العميل قبل ما اخش تنفيذ. انا لما العميل يمضي لي على الرسومات بتاعتي انا ما بفكرش، انا باخد الرسومات وانزل بالطقم بتاعي، ينزلوا على الموقع ما بيفكروش، بيشتغلوا من اول ما يبداوا، من اول الرف وورك لغايه تسليم المفتاح للعميل. مفيش حد عنده مفيش سؤال، كله بيتابع الرسومات. غير بقى لو ظهر بعض المشاكل بتاعت الموقع المشهوره جدا زي كاميرا موجوده مقلوبه، خرسانه، طبعا دي مش بايدينا بقى، دي حاجه تانية. بالظبط كده، شويه اشتراطات في الموقع فبنحلها في الموقع مع بعض. لكن سرعتي في الموقع سرها الديزاين المدروس. طيب دلوقتي بقى المفروض انت تنصح العميل بايه عشان ما يقعش في معظم المشاكل؟ طبعا في مشاكل كتير جدا. بصراحه عايز اقول حاجه للعميل بسيطه قوي في النقطه دي، ما تستعجلش القرار وخد وقتك، لان انت لو استعجلت هتدفع ثمن استعجالك. فالقرار خد وقتك فيه، لان تعديل القرار سهل، بتغير في الرسومات، لكن في التنفيذ هتدفع كتير. وانا زي ما قلت من الاول، انا بحرص ان العميل ما يصرفش في حتة غلط، انا عايزه يصرف بس في المكان الصح. العميل بيشوف المهندس اوقات كأنه ساحر، بالعصاية بتاعته هيغير له كل اللي هو عايزه. لا احنا بالنسبة للعميل مصباح علاء الدين. انا فرقتش كتير، مش هتف، بس في الاخر هو بيحضر العفريت يصرفوا بقى. لا هو يصرف لنا احنا. فدلوقتي انا عندي العميل عايز يعمل اي حاجة، فطبعا احنا مشكلتنا ان احنا بنتعامل مع الواقع.
فبقدر ما بحبش اصدم العميل، بس بحاول يعني اخليه ينزل يقف على ارض الواقع. لا الحاجه دي مش هتنفذ بالطريقه الفلانيه، لكن انا ما بمشيش ورا العميل لو كلامه مش مظبوط. بس ساعات عملاء بيدوا افكار حلوه جدا بصراحه. يعني انا قعدت مع معظم الافكار بتطلع من الستات. انا بقعد مع العميل بيقول لي انا مراتي عندها افكار، عايزك تقعد معاها تشوف الافكار ايه. بس ما تنكرش ان الستات بيبقى عندهم افكار احلى. انا ما قلتش حاجه، انا قلت الكلام ده من الاول، عشان كده انا عارف النقطه دي، عشان كده قلت هم بيطلعوا افكار كويسه بنستفيد منها في شغلنا، وبالنسبه لي انا ساعات بستفيد منها. فبالتالي انا مش بحجر على فكر العميل او اقول له لا فكرتي اللي هتنفذ، لا بالعكس، انا بعمل نيجوشيشن معاه واقول له بص احنا هنمشي 1 2 3، هو عنده فكره تانية بنضيفها، ففي الاخر بنطلع حاجه كويسه. فما عنديش مشكله اتعامل مع العميل او اسمعه كمان، بس في الاخر بقول له ايه الصح يتعمل ولغايه ما يتعملش. يعني لازم ياخد قرار عشان يحسبها صح. لازم ما يستعجلش ويقعد ياخد قرار. انا بالنسبه لي ما بستعجلش العميل في مرحله الديزاين ومرحله اتخاذ القرار، لان بعد كده انا ما بسالوش، ولو جالي في النص وعدل انا اقول له احنا شغالين على الديزاين، بس تعديله ده لو ملوش منطق انا مش هسمعه، لان انا خلاص انا قعدت معاك فتره الديزاين وفتره اتخاذ القرار، وانا شايف ان انا اديتك كل الوقت اللي تفكر فيه. وقت التنفيذ يعني خلاص ما بيعديش غير بنسبه 10% بكتير قوي، وده متاح طبعا يعني، بس الفكره ان ما يجيش غير الفكره هتبقى صعبه جدا عليا وعليه يعني. وبرضه عشان اعمل العميل من التكلفه الاضافيه اللي ممكن يعني هيتكلف الضعف، ما هو هيشيل ادي تكلفه، وهيعدل ادي تكلفه تانية، ما هو ده وغير التكلفه اللي هو صرفها قبل كده، فكده اضعاف التكلفه هيصرف. ده غير ان ده كله بيأثر على الفينش النهائي وبيخلي ترتيب الشغل يتلخبط. لا ترتيب الشغل مهم جدا طبعا، ما هو ده اللي بيخلي الفينش بالنسبه لنا احنا كشغلنا، احنا ترتيب شغلنا بيطلع فينش عالي جدا الحمد لله يعني. في نقطه بقى عايز افهمها منك بقى، عشان انا حصلت لي كذا مره وما جاتش فرصه افهمها. انا بعض المواقف بيجي لي عملاء بقعد مع العميل يقول لي اقعد مع مراتي عشان تفهم منها ايه الطلبات بتاعتها، فبقعد مع العميله فبتكلم كتير بقعد من كده 3-4 ساعات اتكلم، وبعد كده بحس ان انا ما فهمتش نص كلامها. فبعد كده بقول لك مهندسه ريهام خدي اتعاملي معاها، مليكه قعدت معاها ساعه واحده وكل حاجه حصلت وكل حاجه فهمتيها، فانا عايز اعرف ايه المشكله عندي ولا احل المشكله دي ازاي. بقت عندي مشكله بصراحه. هو احنا نختلف عن الاخرون عموما ما انا اكيد طبعا، عشان كده بعتلي. بس الست ما تفهمهاش غير واحده ست زي ده الطبيعي، عشان انتوا بتبصوا للامور بناحيه تانية. هي بتبقى شايفه احنا كستات بنشوف البيت كانه مملكتنا، بنبص الموضوع على الاستخدام اكتر من انه لوحه. فانا ببقى فاهمه هي عايزه ايه. لما تيجي تتكلم مثلا عن تصميم مطبخ، وتيجي مثلا انت بتقول لها انا هعمل لك كذا وكذا وكذا، بس انا فاهمه ان هي مثلا عايزه الحته دي هتعمل فيها، هتخزن فيها عشان لما تقف في المكان الفلاني هتستخدمها بالطريقه الفلانيه. انا فاهمه كلام، فاحنا بنحس ببعض، الموضوع مختلف مثلا يعني. طيب يعني انا المشكله دلوقتي ان ملاش حل عندي. لا ليها حل، ما انت لما تفهم مراتك هتفهم الناس. برضه يبقى كده ما عنديش حل. يبقى كده ما عنديش حل. طيب عموما احنا كده اعتقد ان احنا جمعنا جزء بسيط من المشاكل. في مشاكل طبعا كتير، بس يعني يا رب تكون الناس استفادت من حاجة زي كده. انا شايف ان احنا اتكلمنا في المشاكل بتاعت المواقع اللي قابلتنا قبل كده. احنا ياما شفنا كتير، بس يعني بحاول حاولنا نحلها طبعا. ولو في اي مشاكل برضو عندكم ممكن تقولوا لنا في التعليقات، عشان ممكن نعمل عليها حلقات تانية بعد كده نتكلم عليها ونتكلم برضو عن حلولها. اهلا بيكم واهلا بيكي، وان شاء الله باذن الله تكون حلقه مفيده يعني. ميرسي جدا يا باشمهندس، ويا رب يكون الناس استفادت.